حطينا الشوندر بالطنجرة، وهلا راح احطه على مرحلة السلق على نار عالية، وبننتظر عليه. بنشوف بنحط فيه معلقة، سكينة، اي شي بنشوفه اذا استوى ولا لا. مثل البطاطا المسلوقة ابدا، ما له اي طريقة، كتير سهل. بس بدنا نغسله ونحطه بالطنجرة ونحطه بالمي وعلى نار عالية، يعني ما في مشكلة، واطية عالية ما في مشكلة ابدا. صباح الخير صبايا، رح نعمل اليوم متبل الشوندر مع بعض. خلونا نشوف مكوناته، كتير بسيطة وسهلة. رح نعتاز لمتبل الشوندر مثل متبل الباذنجان، تمام، بس بدل الباذنجان شوندر. رح نعتاز لتوم، لبن، طحينة، عصير ليمون، ملح، كمون. كيف يا صبايا؟ كتير سهل، يعني حتى سكينة ما بده، مشان ما كتير يروح من الشمندر. بنقشره بايدنا، والما بيطلع بناخده بالسكينة. اكيد قبل ما نسلقه بنكون ليفناه ونظفناه من التراب وما بقيان فيه شي. هاي طريقة تقشير الشمندر. هلا بعد ما قشرنا الشمندر رح نخلطه بالمكسر. هلا صبايا، بعد ما خلطناهم شايفين كيف صار منظره مثل الكريمة. رح ننزل فوقه المكونات. طبعا كل واحد حسب المزاج اللي بيحبه هو. انا كتير بحب يكون الثوم ظاهر والكمون ظاهر، لانه بحسه اكتر الشي بيعطي طعمه للمتبل. اي متبل كان، اذا ما كان الثوم ظاهر بحسه انه ما كتير بيكون طيب. نخلط الكمون والملح والثوم. هلا راح انزل شوي من اللبن، بعدين بشوف اذا بده كمان راح اخذ الباقي. يا سلام. راح انزل حمض الليمون وبندوق. هلا اخر شي راح نحن نتحكم بالسماكة بالطحينة. هلا راح نشوف كيف انه صار لونه اخف من قبل، لانه حطينا اللبن والطحينة، طبعا راح تكشف له اللون. شايفين سماكته كتير مناسب. هلا مع ذلك راح نحطه في البراد قبل التقديم، نتركه تقريبا بين الربع ساعة والنص ساعة. صحتين وهنا لقلبي وقلبكم. هلا بعد ما حطيناه في البراد لمدة ربع ساعة، شايفين قوامه صبايا.
يا سلام، يعني ريحته بتاخد العقل ومنظره اكتر واكتر. يعني دايما العين راح تاكل قبل التم. هلا بنحط له شوية زيت زيتون، كل واحد حسب ما بيحب هو. يا سلام، صحتين وهنا. هاي شوية كمون عشان يطلع ظاهر. صحتين وهنا على قلبي وقلبكم.